بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة هنشرح ايه هي ال variables أو المتغيرات أو ال constants كمان معاها بالمرة في جولانج. طيب مبدئيا ال variables في جولانج بتقدر تعمل لها set بأكتر من طريقة. طيب مبدئيا وأبسط طريقة عشان نعرف variable في جولانج هي إننا نعمل variable طبيعي جدا. تمام. وهنقول مثلا my var حلو string من نوع string equal علامتين التنصيص this is my variable مثلا. اهو اديني عرفت المتغير حطيت له الفاليو بتاعته، وطبعا الايرور المعتاد declared but not used println my var عشان بس محبوش يبقى محمر قدامي. ادي طريقة عشان نعمل set ل variable او متغير في اللغة عندنا في جو. طيب انا جيت دلوقتي مثلا وعاوز اعمل variable بطريقة تانية. انا مش حابب الطريقة دي انا حاسسها طويلة. طب خد الاطول عندك، ممكن تعمل var my var2 وstring وتسيبه اصلا، يعني ما تحطلوش value دلوقتي، وتيجي انت كده عرفت الفاريبل بتاعك. تيجي بقى في حتة تانية في الكود بتاعك، فاهمني، وتقوم جاي عامل my var2 equal this is var2. حلو الكلام. اديك عرفته، بس برضه هو هنا بيقول لك انه declared but not used، فانت محتاج println my var2. اديك استخدم. خليني run كده go run main.go او this is my variable this is my var2 او var2. ماشي. طيب خد الشورت بقى، في طريقة شورت انا بسميها طريقة الشورت بصراحة في اني اعمل variable كسترينج يعني. انا بقوم جاي داخل من غير كلمة var. خد بالك لما استخدمت var انا حطيت equal بس. طب لو مش هستخدم var اقوم جاي عامل my var 3 النقطتين والايكوال، وهنا مش هتحدد له التايب بتاعه بقى، انت هتسيبه له هو ايه يحدده. طب هل هتفرق مثلا لو شلت ده؟ هنا لان انت تعرفت بفار فانت مجبر تحط تايب. طب لو ما عرفتش بفار او عرفت عادي بالنقطة واللي يساوي بتاعتنا، طيب خلاص انت مش مضطر تحط نوع المتغير بتاعك او الفاليو اللي هتكون في قيمة المتغير ده ايه، بل انت عادي ممكن تحط اي نوع وجوه هتديتكت الموضوع. طب ليه هنا بيطلب منك تحديدا انك تحط نوع معين للفاريبل بتاعك؟ طيب الفاريبلز اللي احنا بنعرفها في الكود بتاعنا دي لما بتدخل الميموري بتتسجل على هيئة بافرز جوه الرام بتاعتنا جوه الستاك. فكل حاجة بتبقى ليها أحجام، يعني السترينج بيبقى ليها أحجام عشان يتخزن فيه، الأرقام الانتجرز بتبقى ليها أحجام عشان تتخزن فيها، وما إلى ذلك. كل حاجة بيبقى لها أحجامها. فأنت دلوقتي جيت وعايز تاخد مساحة في السيستم بتاعك لفاريبل عشان تسجل فيه قيمة، فهو دلوقتي رايح للرام بتاعتك يقول لها والله انا عاوز فاريبل. فالرام قالت له هتاخد سايز ايه؟ فهو مش عارف يجاوب الرام بتسأله سؤال هو مش عارف يجاوب عليه. فانت مطالب انك تحدد له نوع، عشان والله لما الرام تسأله طب انت هتخزن عندي ايه، يقول له انا هحط سترينج، تقول له خلاص طب خد السايز الفلاني. تمام. بس دي الفكرة كلها، انه ليه بيجبرك تحدد نوع هنا للفاريبل بتاعك. طيب انما هنا انت عملت ايه؟ انت قمت جاي داخل قايل له خد الفاريبل ده وحط فيه القيمة بلا بلا بلا. اهو خلاص خد الامر يا شعبان وماشي برنت ال ماي var 3. خلاص الموضوع اتحل خالص من غير اي تعقيد. اهو my variable my var 2 بلا بلا بلا، خلص الموضوع. دي اسهل 3 طرق انك اعتقد هم دول كلهم، يعني انك تقدر تعمل set لفاريبل. ممكن كمان تعمل set لاتنين فاريبلز مع بعض، يعني بمعنى ممكن اقول مثلا واحد اسمه زيجو والتاني اسمه ميجو، والاتنين اقوم جاي عامل زيجو زد حلو، وميجو اقوم جاي عامل له ام. حلو الكلام. واقوم جاي عامل هنا اف ام تي برنت الن زيجو وميجو. حلو الكلام. وقام جاي رايح هنا cls go run main.go
اعمل my variable for2 z زيكو وميكو. ممكن برضو استخدم الموضوع بتاع ال variable في اني اعمل اتنين من نفس النوع. اهو رحت مثلا عملت بابا مثلا وماما، اهو بيساوي بابا، بابا، وبعدين بتعامل ماما اهو عادي خالص، الموضوع مفهوش اي تعقيد. برنت الن الكود لو بصيت له هتقدر تقراه بعينيك، يعني ما اعتقدش ان في حاجة صعبة خالص، والحمد لله يعني الواحد بيحاول على قد ما يقدر يبسط الشرح. فاديك بترن سيف سيرس بورن، خلاص اديك بابا وماما، خلاص نفس النظام اللي فوق عملت بيه برضه ست الاتنين variables سوا. طيب بالنسبة للأنواع بتاعة الداتا تايبس اللي اتكلمنا فيها بنفس الطريقة وبنفس الشكل، ما عدا حاجة هنشرحها في الآخر. بنعمل ست، يعني عندك الانتجر مثلا، عندك يا معلم الفاريبل مثلا ممكن تعمله a and b equal 1 و2. طب ليه ما حددتلهمش نوع؟ لأن أنا اديت له القيمة بتاعتهم على طول زيها زي هنا. أنا ليه هنا حددت نوع؟ طيب أنا هنا مثلا قمت جاي عامل له انتجر، خلاص أنا حددتهم، وجيت بعد كده قلت له a and b يساوي والله 1 و2 و f m t b ماشي حلو ده، زي ال smtp وبتاع. وجيت هنا قلت له ده من نوع انتجر. طبعا انا لو شلت النوع بتاع انتجر هيقول لي ايه؟ هيقول لي missing variable type. ليه؟ لانه زي ما فهمتك فكرة الرام، هو عايز حاجة يروح بيها. طيب خلاص يا سيدي، انا هشيل دي وهقوم جاي حاطط لك، انا عملت له ست ليهم على طول. بس خلاص بمجرد ما هتعمل fmt print ln وهتسيب ال a وال b بتوعك قدام، بس خلاص هتعمل سيريز، الموضوع انتهى. ال a and b نفس النظام، تقدر تعمل مثلا my number كده وتسيب مثلا 1، خلاص fmt دي print ln my number، خلاص الموضوع انتهى. خد يا الأمر يا شعبان، خلص الموضوع. ادي طبعا 1 في الآخر. نيجي تاني، ايه تاني ناقص؟ عندك الفلوت. الفلوت زي ما قلنا هي الأرقام المفصولة أو الأرقام العشرية. عندك var مثلا my float كده، وهنا أقوم جاي حاطط له equal 1.1، خلاص خلاص عادي print ln y float، خلاص الموضوع انتهى. طلع جايب 1.1 y float عادي جدا. طب أنا الفلوت لو عايز أعمل له طيب هعمل له ايه؟ هعمل له float 32. معنى 32 في درس منفصل بإذن الله هنشرح الموضوع ده في جول، لأن الموضوع ده معقد سيكا في جول. حلو الكلام. عندنا كمان البولين، اهو جيت مثلا عملت for my bool 1 وقمت جاي حاطط التايب بتاعه bool، وهنا equal the false، قمت عامل fmt print ln my bool 1، وجيت بعديه قمت عامل my bool 2. مثلا هنا بلاش دي، قمت جاي عامل my bool 2 ودي عملتها true مثلا fmt دوت print ln my bool 2، خلاص طبع لي واحدة false وواحدة true تحت بعضيهم برضه. تمام. في حاجة بقى بسيطة بتتعرف بطريقة مختلفة سيكة بسيطة، اللي هي السترينجز، أو زي ما قلنا لو انقسم اتنين الاريز أو السلايسز. دي ممكن أعرفها ب my مثلا سلايس كده بالشكل ده، وهقوم جاي والله عامل string كده. حلو الكلام، استنى بس كده. حلو. وأقوم جاي عامل مثلا هنا عندك A and B، وهنا طبعا الايرور المعتاد declared but not used print ln my style، طبعا لي ال A وال B بتوعي. خلاص يا معلم. طيب أنا عايز أعرفها بطريقة تانية، ودي بتلخبط شوية إلى حد ما بتلخبطني أنا كمان. أقوم جاي عامل for my slice to equal string كده، وأحط هنا مثلا C and D، أقوم جاي عامل fmt print ln my slice 2، بس أروح هنا A and B C and D. وزي ما انت شايف الموضوع كله سهل وبسيط، مفهوش أي تعقيد إن شاء الله.
طبق عايزك تقعد تعمل variables كتير بأكتر من أنواع، كونكات السترينجز بتاعتك زي ما أنا معلمتكش. طيب خد أهو عشان ما يبقاش ليك حاجة عن my var 4 أهو بعمل كده. حلو الكلام. وبلا مثلا بلا بلا أهو، وزائد مثلا my var 3 fmt dot print my var 4 بس. يقوم جاي طبعا لك بلا بلا بلا، وبعديها بلا 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 تاني، يعني بلا 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 وبلا بلا بلا. معاك 5 بلا، بلبل فيهم براحتك بقى، ولا اعمل انت فيهم اللي انت عايز. بس ده شرح الفاريبلز، وان شاء الله الفيديو اللي جاي احاول نشوف بقى ربنا كريم بقى هنبدأ فيه ولا هنشرح ايه. الساعة 9 والله نطبق وبشرح، انا هموت وانا والواحد صايم وبتاع. بس ما شاء الله المستعان يعني، كله في زين حسنات. يلا تصبحوا على خير.